السلام عليكم، اخباركم ايه؟ الفيديو اللي انا هتكلم فيه دلوقتي ده معاكم هتكلم على مجلس اداره نادي الزمالك في حاله خيانه لنادي الزمالك. ليه بقى انا بقول دلوقتي ان مجلس اداره نادي الزمالك بيخون نادي الزمالك؟ كابتن حسين لبيب ومجلس ادارته كانوا على علم تام بموضوع ان مشلاك رفع قضيه على الزمالك في الفيفا بفسخ عقده من جانب واحد، وانه هياخد كل مستحقاته مقابل الاضرار الماديه او المعنويه اللي هو بيقول حصلت له جوه النادي. والكلام ده كان يوم 6 فبراير، وبناء عليه كابتن حسين لبيب ومجلس ادارته ولا خدوا خطوه ان هم يدفعوا الفلوس لمشلاك، مستحقاته لسه ما خدهاش اللي هي من 5 شهور، ولا خدوا خطوه ان يرفعوا مشلاك من القائمه ويجيبوا لعيب مكانه. لا، سابوا الامور شغاله شغاله، وعمالين يقولوا يطلعوا لجمهور الزمالك ده احنا بنحاول نخلص الامور مع مشلاك وبنتفاوض مع صفقه تانية وبنتكلم مع حد تاني. فسابونا كده خالص لغايه ما امبارح ابتدوا يطلعوا من مصادر خاصه بيهم ان مشلاك رافض اي حل خالص، ومشلاك متواجد في الزمالك ومش هنعرف نجيب اي صفقه تانية. اتفاجئنا النهارده ان فعلا مشلاك طلع رافع قضيه على الزمالك في الفيفا وفسخ عقده خلاص من الزمالك، وخلاص كده مشلاك ما بقاش موجود. فانت كده بقيت قدام حاجتين: ان مشلاك مش موجود معاك في القايمه، او قدام 3 حاجات: ان مشلاك مش موجود معاك في القايمه، وتاني حاجه ان انت ما جبتش لعيب مكانه، وتالت حاجه ان مشتاق اتسبب في خلاص في رفع قضيه عليك في الفيفا انها هيحصل بيها وقف جد. فاحنا دلوقتي قدام مجلس اداره خان الزمالك. فانا بسال كابتن حسين لبيب ومجلس ادارته: انتوا عايزين ايه من نادي الزمالك؟ انت جيت النادي تعمل فيه ايه؟ انت جيت النادي ولا بتدفع فلوس للعيبه مستحقاتهم، ولا بتجيب لعيبه، ولا بتجدد اللعيبه اللي خلاص عقودها خلصت؟ فانت بتعمل ايه في النادي من ساعه ما جيت؟ احنا عايزين نعرف ايه لازم وجودك في النادي. انت خلاص انت جاي النادي وعايز تحول نادي الزمالك لنادي هو ده، احنا شايفين كده. انت من ساعه ما جيت النادي ما بتتكلمش مع اي لاعب غير اللعيبه اللي الانديه بتاعتها مستغنيه عنها وسايباها. هو خلاص انت كده دلوقتي بتلم كل اللعيبه اللي الانديه بتاعتها مستغنيه عنها وبتدخلها الزمالك؟ هو ده نادي الزمالك بالنسبه لك؟ فيا سيدي يا سيدي، انت مش قادر تحل مشاكل الزمالك، امشي. لكن بالعكس، ده انت عمال تكبرها. انت من ساعه ما جيت بتكبر مشاكل الزمالك وعمال تجيب لنا لعيبه مش على كفء او على طموح جمهور الزمالك ونادي الزمالك. احنا مش فاهمين انت عايز ايه من النادي دلوقتي. خلاص احنا وصلنا لمرحله، يا عم امشي. امشي يا كابتن حسين لبيب، انت ومجلسك انتوا مش بتعملوا اي حاجه في النادي غير اللي انتوا عمالين تخربوها اكتر واكتر. خلاص انتوا عايزين ايه من جمهور الزمالك يا سيدي؟ الانديه كلها عماله تدعم وعماله تجيب كل اللعيبه في احسن المراكز وانت مش عارف تجيب حاجه. ما تشوف المصري، شوف المصري كامل ابو علي بيعمل ايه مع نادي المصري، وشوف محمد بن صلحي بيعمل ايه مع الاتحاد السكندري. انتوا في ايه مالكم؟ انتوا مجلس فيه 12 رجل اعمال ومش عارفين تعملوا اي حاجه خالص، وتفكيركم تفكير حد مش عارف اي حاجه عن الاداره. انا مستغربكم. هل انتوا ازاي ناجحين في شغلكم؟ ما احنا كده اللي احنا قدام حاجه واحده وحاجه ثابته، اللي انتوا جايين عشان تبوظوا النادي بالعمد ده. فانا عايز اسمع كل راي الناس، سواء جمهور الزمالك او اي حد ليه علاقه بالكوره. انتوا شايفين اللي بيعمله مجلس اداره الزمالك ده، هل هو متعمد اللي هو يوصل النادي للمرحله دي، ولا احنا ظالمينه؟